اللي عمله منتخب فلسطين قدام قطر في افتتاح بطولة كأس العرب ما يتسكتش عليه ابدا. ازاي منتخب بيعاني من كل حاجة اقتصاديا وسياسيا ونفسيا ينزل يدوخ صاحب الارض ويخطف الفوز في البلاس 90. شكلها ابو الكباتن هتبقى بطولة نارية. في افتتاح بطولة كأس العرب الكل كان مستني ان قطر تضرب بداية نارية يعني صاحبة الارض وكده، لكن اللي حصل ابو الكباتن كان صدمة. منتخب فلسطين داخل المباراة وكل الظروف ضده، بس الروح كانت فوق الخيال، ضغط ورجولة واصرار يخليك تقف تسقف. والله قطر برضه ابو الكباتن وصلت وفلسطين كمان وصلت، بس الشوط الثاني اتقلب. منتخب فلسطين كان احسن ووصلت لمرمى قطر اكتر من مرة وكان ناقصها لمسة بس، لحد ما الدقيقة 94 قالت كلمتها. خطأ دفاعي قاتل والكرة بتدخل مرمى قطر بهدف عكسي غريب وخطفوا الماتش من صاحب الارض. وطبعا مفيش كلام، افتتاح البطولة تاريخي. وكمان في المباراة الاولى منتخب سوريا فاز على منتخب تونس. منتخب تونس ده ابو الكباتن اللي كان بيلعب ند بند مع البرازيل، منتخب سوريا كسب. فاستنوا كل جديد في التغطية الحصرية لبطولة كأس العرب.